بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد صادق الوعد الأمين عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعوا هداه الصلاة والتسليم إلى يوم الدين. اللهم اجعلني قوي اللسان قوي البيان واصلا لكل مسامع الإنسان. حبايبنا الغاليين، وإن جعلنا لكم تاني مع المشاكس المشاغب المعترض على كل الأشياء، ولكنه يتفق معنا على شيء واحد بس، هو حب وعشق الكيان. محمد الحديدي وبصحبه دايم الإبداع محمد يحيى، والمصور الجميل سامي صاحب فقرة هتعجبكم كلكم وهتكون مفاجأة انتظروها. خبر عاجل، ركزوا معايا. هو مش شوبير كان بيعمل كده ولا كان بيجيب اللي هي مفتوحة دي؟ لكن بقول لك عفوا. عاجل بطلان مركز التسويق والتحكيم. نعم، ركزوا معايا كده تاني بعد اذنكم. بطلان مركز التسويق والتحكيم. تعالوا نقرا مع بعض الخبر. قالت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسويق والتحكيم الرياضي، وسقوط هذه اللائحة بكامل أحكامها، وبالتالي سقوط حكم الأهلي بتجريم عبد الله السعيد 2 مليون دولار. بس كده؟ ده كاتب الخبر ده مدلس. مش كان شوبير برضه مبدئي بقى من كده؟ كاتب الخبر ده مدلس. تعالى لي يا مركز التسويق والتحكيم. مش مركز التسويق والتحكيم ده اللي وقف مرتضى منصور سنه؟ ما يخش اي ملاعب ولا اي استادات ولا يطلع في التلفزيون ولا اي حاجه، وكان ملوش شرعيه يمضي على ورقه في النادي. انا عاوز اعوض بقى، عاوز تعويض. عاوز تعويض للنادي اللي اتحرم من رئيسه، ومن الرئيس اللي اتحرم من سلطاته. ادي واحده. مش مركز التسويق والتحكيم الرياضي دي يعني اللي حرم الزمالك ياخد فلوسه من احمد باشا الشناوي حارس خرم المجره الكبير وصاحب الثلاثيه الشهيره من الاهلي في الزمالك وفي بيراميدز. مش مركز التسويق والتحكيم الرياضي دون هو اللي كان سيف متعلق على رقبه الزمالك والغاله اللائحه 3 مرات، من ضمنها لائحه اختيار نائبين، رغم ان الدستور بيقول ان كل جمعيه عموميه هي المنوط بيها اختيار لوائحها وقوانينها. مش عندنا مبدأ قانوني بيقول ما بني على باطل فهو باطل، واذا كان بطلان مركز التسويق والتحكيم اذا جميع قراراته باطله. مين هيعوضني بقى عن كل اللي حصل عندي ده؟ مين اللي هيعوض الزمالك عن فلوس 3 جمعيات عموميه غير عاديه معاده نتيجه رفض اللائحه الزملكاويه؟ مين هيعوض الزمالك عن الاحكام اللي خدها مجلس الاداره واترفضت من مركز التسويق والتحكيم، ورجعنا في معطرات محاكم ده عضو ولا مش عضو، ده اتفصل ولا ما اتفصلش؟ اي عبث. ولماذا العبث لا يطال الا الزمالك؟ بطلان مركز التسويق والتحكيم، مرتضى منصور وقف زور حشر. طلال ابو المجد خبير اللوائح صوته خرج من جسمه. معتز الشام. هذا المركز باطل دستوريا وقانونيا. طب تخش بناء عليه. ألم يكن في مصر رشيد ينور الضوء ويقول له انتظر حتى صدور احكام نهائيه من المحكمه الدستوريه العليا؟ النهارده مرتضى منصور هيفتح على الرابع في القناه، وانا كنت صح وانا كنت صح وحقي ومش حقي ومش هسيب وهعمل ويا هشام يا حطب، وهنخش في دايره جديده. مش ناقصين. طيب يا حاج محمود، بناء عليه بقى قرار الحجز على قصيده عبد الله السعيد اصبح باطل. عبد الله السعيد مش محتاج الكلام ده. حاجه بس، عبد الله السعيد مع حكم المحكمه الرياضيه مش كده. لا، الدوليه. هو كان محجزين على فلوس. هم حاجزين على فلوس عبد الله السعيد بسبب الحكم ده. عبد الله كمان مش هيسكت، هو المحامي قال لك ايه؟ هنتخذ اجراءات رفع الحجز وسنواصل مقاضاة الاهلي امام المحكمه الرياضيه. يعني عبد الله السعيد والمحامي بتاعه مش هيكتفوا بالحكم ان هم هياخدوا فلوسهم يعني لان القرار اصبح باطل، لا ده هو هيقاضي النادي الاهلي امام المحكمه الرياضيه للحصول على تعويض من الاضرار. يعني هيرفع قضيه تعويض للاضرار، ولن يعني تصريح محامي عبد الله السعيد النهارده بيقول لك ولن نصفح في ذلك الامر، يعني مفيش اعذار. لو سمحتم عشان خاطر اسجل هنا نقطه نظام، ما زلت
اؤكد على كلمه خالد الغندور ومرتضى منصور بان صفقه القرن كانت صفحه الصوره بتاعه عبد الله سعيد في نادي الزمالك. القشه التي قطمت ظهر الاهلي حتى مشاكله الحاليه ما زالت من تلك الصوره. وعبد الله سعيد لسه واخد حكم من يومين في محكمة كاس، صح؟ اللي هو بتعويض كم ألف فرنك، 35,000 فرنك. رفضوا الدعوة وكلفوهم أتعاب المحمدية 35,000 فرنك. يعني عبد الله السعيد زي ما قال مدحت شلبي كان بيقول له شوف لي شقة جنبك، أنا النهارده بقول له شوف لي بنك جنبك يا عبد الله. شوف لي بنك جنبك. عبد الله ما شاء الله فلوسه يعني كان محجوز على 2.5 مليون دولار، فشوف لنا بنك يا عبد الله جنبك ما شاء الله عليه. ربنا انا مش عارف النادي الاهلي عايز ايه من عبد الله، والنادي الاهلي عايز ايه من عبد الله يا حاج محمد؟ عبد الله عبد الله السعيد ده عبد الله نكش الكهنوت. لا هو مش مشى، عبد الله السعيد ماشي اساسا بموافقه النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو اللي وداه اهلي جده عن طريق تركي آل الشيخ. يعني انت اللي سبته. انت ناسي القصه بتاعتها. لا انا فاكر القصه كويس. لا قصه عبد الله انا جبتها لك من النهايه، انا جبت لك من قصه عبد الله بدات قبل كده. عبد الله ما قعد على الترابيزه يتناقش. عبد الله احسن بليميكر في مصر وكان احسن لاعب في الوقت دوت. عبد الله في اللحظه دي كان هو المسمع الاول في منتخب مصر والاهلي. يعني لو كان عندك عبد الله في الزمالك وطلب منك 40 مليون، لو عندك مش بتشتريه او بتجيبهم الاهلي كنت هتدفع له 40 مليون. انا وافقت على كده وهو فري، يعتبر انه عنده وكنت بجدد له. انا وافقت على الكلام ده لان كنت عارف قيمته. يعني عارف قيمته ليه وعارف قيمه حرماني من الاهلي. يعني الخطيب اخطا ان هو ما تجددش لعبد الله، وسيد لا ده مش كده وبس. سيد عبد الحفيظ قال له بالنص ده تهان. قال له شوف مصلحتك. لا اللي قالها له عدل القيعي. سيد عبد الحفيظ قال له الاهلي ما بقفش على حد. والقيعي قال له شوف مصلحتك. قال له شوف مصلحتك يا ابني مش هندرك الكلام ده. طيب اذا عبد الله طيب عبد الله طمع. لا هو اخطا فين؟ خطا عبد الله بقى. انا هقول لك خطا عبد الله. خطا عبد الله انه قيم نفسه انا احسن لاعب في مصر وبطلب 20 مليون في السنه. 18 وصلوا ل 16 مليون ورفضوا. مش كده؟ عبد الله كان طماع. عبد الله شاف ان في لعيب احتياطي ثالث في المنتخب الاولمبي اسمه صلاح محسن الاهلي متمنه ب 48 مليون جنيه. مش كده؟ ايوه. قال ادوني زي مش عاوز اكتر من كده. يا ابني انت بتاعنا. لا انا مش بتاعكم، انا لاعب محترف. انا كنت رايح الزمالك وسبته وجيت لكم لان انا لاعب محترف بلا عواطف. محدش يقدر يقول انا زملكاوي ولا اهلاوي ولا اسماعيلاوي. انا كنت الفتى الاول المدلل في الاسماعيليه، فضلت الاهلي عليه عشان خاطر مصلحتي وفلوسي. انا اللاعب المحترف الوحيد في مصر. انا اللي بتعامل معاكم عليه احترافيه. شوف مصلحتك. حاضر شوف مصلحتي. طيب هو رايح يشوف مصلحته وهو هذا المحترف القوي الفكر ومعاه ارجنت عالي جدا في الموضوع ده. هتعمل ايه يا عم عبد الله؟ انا هشوف مصلحتي. يا احمد يا مرتضى انا معروض على 16 في الاهلي، لو اديتني 18 هاجي، 20 هم ومضي، مضى الراجل سنتين هيجي الزمالك. الخبر وصل لتركي الشيخ. تركي الشيخ الحق يا خطيب. هو القصه يا حاج قال له لا. قال له سيبه يمشي. يعني خدها لنا باختصار عشان هي القصه معروفه وقديمه، بس احنا اللي عايزين. اللي حصل بقى اللي هي السمول ديتيلز، التفاصيل الصغيره. الخطيب الحقني يا حاج تركي، الجمهور قلب عليا عشان خاطر عبد الله. تركي الشيخ جاب الولد وقال له انا هخلص مع مرتضى مالكش. انا عايز النقطه بقى ان هو خلاص هو وقع مع الاهلي ورجع لحضان الاهلي تاني. لا ازاي؟ خلاص اصبحت عبد ذليل بعد ما كنت نجم الجمهور. والسوشيال ميديا ضحكت على الخطيب وقال لك احنا ما بنقفش على حد ومشي عبد الله السعيد عشان الناس تقول عليك ان انت راجل المبادئ وده الخطا اللي اخطاه الخطيب ودفع ثمنه حوالي 4-5 سنين لان ما قدرش يعوض عبد الله. هو ده دي المبادئ من وجهه نظر الخطيب. دي من وجهه نظر ان احنا ما بنقفش على اللاعب. دي المبادئ من وجهه نظر الخطيب. ده المبادئ. هو طيب الاهلي مش فاضل احمد الشناوي ابن بورسعيد. هو اخطا اما مشى عبد الله السعيد. تمام. احمد الشناوي مش كان بيلعب في المذبحه؟ خلينا نتكلم. تمام. مؤمن زكريا ربنا يشفيه مش كان بيلعب في المذبحه؟ وسعد سمير كان بيلعب في المذبحه. عايزين بس نقطه ان هو اللي مشى الخطيب، مشى عبد الله السعيد بمزاجه بكامل ارادته وداه الاهلي. مش بمزاجه ولا ده بمزاج الميديا. بمزاج المهم انت اللي وديته بايدك. انت بقى بتشتكي عبد الله ليه؟ لو بحبك ولا بقدر على بناء على ايه انت بتشتكي عبد الله؟ طب ما ترجع ورا شويه، سيبك من عبد الله خالص. مش الاهلي اللي عرض ابراهيم سعيد للبيع؟ مش كده؟ ايوه.
والزمالك لما جه ياخده الاهلي اشتكاه واتحكم له حكم جائر قانونيا اترفض من اول جلسه. مش المحكمة الرياضية دي بتفكرك بمركز التسوية والتحكيم مع اختلاف الأسماء؟ المحكمة الرياضية بتاعت عصام عبد المنعم اللي هي وقفت ده عاقبت الولد 3 عقوبات بجوار واتحلت من بعدها. وجور. مرتضى منصور خد حكم من اول جلسه ببطلان القرار، لكن كمال درويش عداه مع الاهلي عشان خاطر علاقات الانديه. وانتهى ابراهيم سعيد بالسنه اللي نام. انتهى بالسنه اللي نام، والاهلي اخذ منه فلوس لما مات. الاهلي ده مبدأه، اذا ما كانش بتاعي مش بتاع حد. على العموم عبد الله السعيد، على فكره قتل نيره، اللي فاكر قضيه قتل نيره، الاهلي بيعمل كده مع كل عياله. اذا ما كنتش ليا مش لحد. انا عايز برضه اقول لك ان كان سبب كبير في هروب كهربا من الزمالك، اللي كل الحاجات اللي الاهلي هربهم ورجع جابهم وبتاع، كان حاجات بقى كانت بتخلص بمركز التسويه المحكمه الرياضيه، فكهربا كان فاكر لا تعدي زمن اللي قبله عدى. ما اعرفش بقى. والله زي محمد عبد الله وزي اسلام الشاطر وزي غيره وغيره وغيره ويعملوا لنا محكمه عمرو زكي بيقول لغه الشفايف ووقفوه بلغه الشفايف 8 مباريات ازدواج المعايير. كان فاهم ان ايه مفيش فيفا بقى ومفيش بتاع، واحنا في مصر هنا في بعضنا هنا. فهو ده كان سبب كبير في هروب كهربا. دور على الاداره وفاهم ان هو مش هيحصل له. هنا بقى لازم ندور على الاداره اللي بتدور على حق النادي. اذا يا حاج محمود الاهلي ملوش حق اساسا ان هو يشتكي عبد الله السعيد، والقضاء انصف عبد الله السعيد، واذا الحق يعني ضاع في يوم فالحق موجود فوق في السماء. دوله الباطل ساعه ودوله الحق الى قيام الساعه. وعوده الحق الى عبد الله السعيد، وعوده الحق لمرتضى منصور اللي صوته اتبح. ماشي. وعوده الحق وطلال ابو المجد، طلال عبد اللطيف. تمام. بس مش قضيتنا. والصحفي العظيم معتز الشامي. مش قضيتنا قضيتنا عبد الله السعيد. فالمهم واحمد الشناوي الفلوس. بنشكرك يا حاج محمود وبنختم الحلقه لحظه بعد اذنك. احمد الشناوي احمد الشناوي، ما هو بناء على المحكمه ان احمد الشناوي لازم يسدد 8 مليون. المهم قبل ما نختم الحلقه بنفكر المشتركين يعني ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وشرفونا في القناه. تاني دي قناتكم كوره، دي قناتكم وصوتكم على اليوتيوب. سعداء بالوصول اليكم متمنين من المولى ان نكون ضيوف بالظل على كلمه اسمعكم. طبتم وطاب اللقاء بالحب ابدا لا يكون وداع. عاش الزمالك وعاش حبه في اللبن. محمود. السلام عليكم.